يا أهلا بكم ومكملين معانا في سلسلة إن احنا نخلص التراكمات قبل شهر رمضان. بصوا يا جماعة، الفيديو ده مميز جدا لأن في بنوتة من غزة بعتت لي إنها تايهة بين المدرسة والدروس والتراكمات. والفيديو ده مش بس هنعمل جدول، احنا هنرتب حياتك أو نعمل لك روتين علشان نلم القديم مع الجديد من غير ضغط، والجدول ده ينفع لكل طالب أدبي. طيب، أول حاجة هي ليه بنفشل في المذاكرة؟ بص، هي المشكلة مش بتكون في الذكاء، بتكون في توزيع الطاقة. يعني انت عندك 3 ايام، احد وتلات وخميس، طاقتك فيهم بتخلص في المشاوير والدروس، فما ينفعش نضغطك فيهم. احنا نعتبر الاربع الايام التانيين هم الكنز بتوعك. ايام المدرسة هي الاحد والثلاثاء والخميس. بصي، الايام دي مفيش مذاكرة تقيلة، بس اول ما ترجعي خدي ساعة واحدة بس اقري فيها اللي اخدتيه في الدروس او المدرسة عشان المعلومة ما تطرش، وباقي اليوم هتاخديه راحة ونوم. بس اهم حاجة ساعة واحدة بس، اظبطي منبه ساعة تقعدي فيها تقري اللي اخدتيه في المدرسة، لان احنا لما نيجي نذاكر في الاربع ايام الباقيين هيبقى ده مسهل عليكي شوية وتكوني فاكرة اللي انت اخدتيه. ازاي نتخلص من التراكمات؟ ان احنا نقسم المواد. انا عملت لك جدول ونزلته عندي بوست على القناة، ادخلي شوفيه ونزليه عندك الجدول دوا، وهتمشي عليه لمدة انك تخلصي التراكمات، وبعدين يعني بعد كمان ما تخلصي التراكمات امشي عليه علشان تكوني ماشية مع المنهج تمام. تمام، وهو ده الجدول اللي انا نزلتهولك عندي على القناة. طيب، علشان افهمك نظام الجدول، فكل مادة هتذاكريها هتفتحي درس جديد وتخلصي، وكمان بعديها هتفتحي درس قديم من نفس المادة اللي انت ذكرتيها في الاول، من اللي متراكم عليكي طبعا، اللي هو درس القديم من اللي متراكم عليكي. وبكده انت هتكوني بتخلصي في القديم والجديد في نفس الوقت، من غير ما تضغطي نفسك ومن غير ما تيجي على نفسك بأي حاجة، بالعكس هتكوني خلصتي ومرتاحة كمان. بس اهم حاجة الاستمرارية مع الجدول. في حاجة عايزة اقولها، بس قبل ما اقول الحاجة دي عايزة اقول معلش لو مش بتفهموا شوية من الكلام او حاسين الكلام مش واضح علشان صوتي، بس بجد والله تعبانة، فما مش عارفه اعمل ايه اكتر من كده. انا بحاول اوضح صوتي، بس هو انا تعبانه يعني. ماشي تمام، فنتجنب صوتي على جنب وحال الكلام اللي انا بقوله، لان حاسه ان انتوا مش هتفهموا حاجه من الكلام، بس لو واضح الكلام قولوا لي انه واضح. عندك مواد زي التاريخ والجغرافيا، حاولي ما تحفظهمش، يعني ما تحفظيش اللي هو ايه، مش عارفه كذا 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 ورا بعض، لا ما تحفظيش، حاولي تفهميهم كقصص وتحفظيهم كقصص. ليه؟ علشان تعرفي ترتيب الاحداث وهكذا، بالاخص التاريخ طبعا. الانجليزي هتكوني تحفظي كلمات بجد يا جماعه، وكذا مره هقولها، الانجليزي حفظ كلمات. وكمان تحل قطع، يعني انك تحل قطع ده هيقويكي اكتر في الانجليزي. الرياضه تحلي مسائل، لان تحفظ القانون وتحلي مسائل. طالما ما طبقت القانون بايديكي مره هيثبت معاكي. باقي المواد عربي ودين وتكنولوجيا، الحاجات دي حلوه جدا وحلوه وسهله ومعروفين تمام، بس حاولي تركزي في النحو. احنا لحد دلوقتي بنتكلم على الجدول وبعرفك ازاي هتمشي مع الجدول. طيب، انا قسمتلك في الجدول فترات، فتره بالصبح وفتره بعد الظهر وفتره بالليل. تمام، الفترة اللي بالصبح دي حاولي تبدأيها بدري قدر الإمكان، وكمان بقولها مرة تاني حاولي تبدأيها بدري، لأن أي حد بيذاكر وعايز يلم التراكمات بيقوم بدري، بيصحى بدري. تمام تمام. في الفترة اللي بتكون في الصبح دي نحاول بقدر الإمكان ناخد المواد اللي بيكون فيها حفظ وتركيز عالي. انت عندك مواد ايه فيها حفظ وتركيز عالي؟ هيكون تاريخ، جغرافيا، ورياضة. الفترة التانية بقى هتعمل ايه؟ هتاخدي الدرس اللي انت مراكماه من المادة اللي ذاكرتيها بالصبح. يعني ايه؟ يعني مثلا في الصبح انا لما صحيت بدري بقى ذاكرت بقى مثلا رياضة، مراكمة مثلا فيها درس، درسين، 3، 4، ايا يكن الدروس اللي انت مراكماها، هتاخد درس او درسين هتذاكريهم في الفترة اللي هي بعد الظهر. تمام تمام، دي متخصصة للمتراكم فيه، وما تذاكريش مادة غير المادة اللي ذاكرتيها بالصبح علشان ما يكونش فيه تشتت. الفترة اللي هي بالليل هتاخدي مواد خفيفة، اللي هي زي ايه؟ زي عربي، دين، تكنولوجيا، طبعا مع حل تمرينات على اللي انت هتذاكريه. كده الجدول اللي انا نزلتهولك كده وضحتلك فيه كل حاجة، لو لقيتي حاجة
مش واضحة معاكِ قولي لي. بصراحة لمّا أنتِ كتبتِ لي الcomment وقلتِ لي إن أيام اللي هي الدراسة اللي هي أحد وتلات وخميس بتضيع معاكِ تمامًا، أنا بجد جه في بالي نصيحتين بس عايزة أقولهم لِك، بالأخص التانية ركّزي فيها جامد والأولى ليكِ، لو أي حد تاني يركّز في التانية خصيصًا لإنها مفيدة للكل مش لها هي بس. النصيحة الأولى وهي إن أنا قُلتها قبل كده بس هاقولها تاني، أيام الدراسة يا جماعة مثلًا وأيام إنِّك مثلًا تكوني من درس لدرس، لدرس، لدرس وتعبانة وكده، تحاولي تاخدي ساعة واحدة في اليوم تراجعي اللي أخدتيه في الدروس، يعني ما تراجعيش حاجة جديدة أو أي لأ، اللي أخدتيه النهارده هو اللي تراجعيه، هتكوني فاكراه ومش هياخد معاكِ وقت، وكمان هيسهّل عليكِ ساعات بعدين. النصيحة التانية ودي الأهم ليها هي خصيصًا، مثلًا النهارده مثلًا الخميس، بكرة الجمعة ما فيش مدرسة، تعملي إيه؟ يوم الخميس بالليل تعملي بالضبط اللي هاقول لِك عليه ده، تجهّزي، ترتّبي المكتب بتاعِك كويس، تحطّي الكتب اللي هتذاكري منها يوم الجمعة، علشان لمّا تصحي يوم الجمعة إن شاء الله طبعًا يعني، تعملي إيه، ما تقعديش تكسّلي وتقولي أنا لسه هادوّر، أنا لسه هاشوف، وتاخدي وقت أصلًا في إنِّك تدوّري على الكتب والمادة اللي هتذاكريها، ولحد ما تفتحي الجدول وتخشي على الpost وهكذا، لأ، بالليل تجهّزي كل حاجة، تنامي، تقومي تاكلي وتقعدي على المكتب وكل حاجة جاهزة معاكِ، ده هيسهّل عليكِ مجهود، هيسهّل عليكِ وقت، هيسهّل عليكِ المعمعة اللي بتحصل قبل ما نذاكر دي، اللي هو هات الكتاب ده، لأ هاخد دي وهاخد دي وهاخد دي، فاهمين؟ أنا عايزة القلم كذا، هاجيب مَيّة، هاجيب كذا، لأ، تجهّزي كلّه ده بالليل. كلّنا عارفين إن الطريق طويل، بس أنتِ قدّها وابدئي من النهارده، مش لازم تستني يوم جديد، لأ ابدئي من النهارده، ولو فاتِك يوم في المذاكرة أو مثلًا كسّلتِ ما فيش كسل، ما فيش كسل تمام، لو حصل أي حاجة ومثلًا ما قدرتيش تذاكري أو ما تيأسيش، ما تيأسيش وكمّلي من اليوم اللي بعده، تمام، تمام، وما تنسيش إن غزة بتطلّع أبطال وأنتِ بطلة في دراستِك، إحنا كلّنا فخورين بيكِ، وأنا مستنية منِّك comment إنِّك تقولي لي إنِّك خلّصتِ التراكمات وماشية تمام في الجدول، ومرّة تاني معلش لو صوتي مش واضح علشان أنا تعبانة وكمان نسيت أقول لكم صايمة، فمعلش، معلش لو صوتي شوية مش حاسين إنكم فاهمين أو كده، تمام؟ وكمان عايزة أقول لكم حاجة، يا جماعة اشتركوا في القناة، بجد والله ما حدش مشترك ليه؟ اشتركوا في القناة يا جماعة واعملوا لايك، عايزة أعرف إن الفيديوهات بتاعتي بتنفعكم وبتفيدكم، وأي حد عايز يشترك معانا في السلسلة عادي اشترك في القناة في الأول، واعمل لايك واكتب لي في الكومنتات مراكم إيه يعني، مثلًا مراكم قد إيه مثلًا وأنت علمي رياضة والّا أدبي والّا هكذا، عشان أعرف هاعمل الجدول على نظام إيه، فاهمين يا جماعة؟ بس، فلو عايزين تعملوا معانا في السلسلة إحنا مستمرين في السلسلة لحد ما بداية شهر رمضان عايزة كل اللي كلموني وعملت لهم جدول يقولوا لي ماشيين إزاي وكده، عايزة أتطمن لإن رمضان قرّب وأنا عايزاكم تخلصوا التراكمات اللي عليكم، تمام؟ تمام، وبس كده يا جماعة وسلام.